جميع المناضلين والمناضلات. بالنسبة للقاء تاع اليوم يندرج ضمن المبادرة اللي قامت بها الأستاذة منيب البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد. هذه المبادرة اللي تعقدت يوم الجمعة السابق أكيد كانت خصها تتوج بندوة صحفية، خصوصا أن المناضلين والمناضلات كانوا كينتظروا بأن نداء الرباط غتكون عنده آثار ديالو في القريب العاجل، وأن الوزارة توصلها الرسالة، لأن التوصيات اللي كانت في نداء الرباط واضحة. كانت من بين التوصيات هي السحب الفوري التوقيفات التعسفية للمجموعة من الموقوفات اللي مارسوا حقهم الدستوري المتمثل في الإضراب، ثم كذلك الإرجاع المبالغ المقتطعة والمغتصبة بشكل غير شرعي، ثم حل الملفات العالقة عبر آلية متوسطة الأمد لحل هذه الملفات العالقة، ثم كما قلنا استحضار المصلحة تاع المتعلم. بناء على هذا الشيء وبناء على مجموعة من اللقاءات التناظرية اللي دارت بشكل مسترسل تم التعليق تاع المرحلة مؤقتا. نقولوا التعليق يعني راه غير وقفنا الاضرابات داخل اوقات العمل مؤقتا في انتظار الاستجابه لهذا النداء الرباط. التوقيف المؤقت الغايه منه والرساله اللي بغيتوا توجهوها. إذا بالنسبة لنا احنا أصلا كان رفض التام لهذا التوقيف المؤقت، لأنه هو حط من الكرامة ديال المناضلين والمناضلات اللي في اليوم الخامس من أكتوبر 2023 باش يدافعوا على الكرامة تاع الأستاذ. للأسف كنلقاو هذه الوزارة الوصية ما زالت مصرة على أنها تحط من الكرامة تاع الأستاذ عبر إدلاله بهذه التوقيفات. للأسف كانوا يظنوا بأن هذه التوقيفات غادة ربما تهبط من العزائم ديال الإخوان وتهبط من المعنويات ديالهم. للأسف لقينا الحمد لله بأن النتائج كانت معاكسة، وكان واحد التضامن تاريخي وكان واحد اللحمة تاريخية. القواعد تنتظر برامج مستقبلية لا تعطل هذا، خصوصا انه ولينا كنسمعوا بان كاين توقيفات مجموعه من المدراء كيتواصلوا مع المناضلات المناضلين الموقوفات على اساس انهم يوقعوا واحد الالتزام معين اللي فيه مجموعه من القيود، ان ما ديرش اضراب مستقبلا، ما تنخرجش في شي تنسيقيه تلاميذ، وبالتالي هذه الالتزامات ديال الاذعان ضغط اخر على الاستاذ. اكيد هذا الضغط وهذا اللي كيسيء الصوره ديال المغرب في المنتظم الدولي اللي واخد المرتبه. راك تشوف راه خدا رئيس ديال المرتبه تاع المنظمه تاع حقوق الانسان في الامم المتحده، يعني تفرجوا الاصدقاء كيتفرجوا والجيران كيتفرجوا، كلشي كينتظر هذه الاخطاء الفادحه، نوليو اننا نوصلوا للصوره للعالم كامل باننا غنحرموا الاستاذ من حقه الدستوري اللي كيعطيه ليه الحق الدستور والقانون في الفصل 29 بانه كيمارس الاضراب ديالو بشكل سلمي. نوليو حنا نزيدوا ناكدوا لهم ان هذا الاضراب كيضر بواحد الفئه اللي هي التلاميذ في موسم دراسي اللي قريب يولي سنه بيضاء. اكيد بالنسبه للتصريحات كامله اللي كنا كنقدموا كنبينوا بان بالعكس هي كانت كتنفع التلميذ بشكل واضح، لاننا اصلا بالنسبه لهذه المواسم ديال ما كنسميوهاش مواسم امتحانات ولكن مواسم الرعب الاقليمي والجهوي والوطني، كنا بغينا نتجاوزوها نمشي نشتغلوا بحال الدول فنلندا والنرويج والدول اللي احتل المارين حيدات هادشي الامتحانات، ما بقاش هذا الرعب وهذا الارهاب اللي غنديروا للتلاميذ والنقطه تاع الجهوي وزيد على النقطه الوطني وكذا. ممكن نخلاو بعض الامتحانات استثناء في الثانوي التاهيلي، ولكن بالنسبه للمستويات الاخرى حيدوا هذا الشيء، ما بقاش كل شيء عنده المكان ديالو في المجتمع المتعثر والمتمكن والمتوسط، ما بقاش هذا الشيء. للاسف حنا كنا كنطمحوا اننا نجاريو الدول المتقدمه في من كنهضروا على فنلندا مثلا، راه هي الاولى على حساب المنتدى الاقتصادي العالمي، الاولى عالميا اللي عندها 1800 براءة اختراع، اللي عندها 20 جامعه علميات وعندها 30 معهد. هاد الدول للاسف ما فايتينا بوالو الا بالاراده السياسيه، فايتينا بالغيره. كيف ما فرحنا البارح في الفوز ديال المنتخب المغربي في المباراه ديالو، كنا كنتمناو اننا نفوزوا كذلك بهذه المعركه النضاليه اللي خاضوها رجال ونساء التعليم على مدى 3 أشهر، ونحاولوا ما امكن نوصلوا الرساله ان تعطى الاولويه لهذا القطاع. ولكن للاسف كنلقاو الوزاره. هل تعتبرون هذا تعنت من وزاره بن موسى على التعنت والهروب الى الامام بالنسبه للمطالب اللي كتبان لكم انتم عادله ومنصفه يكفلها الدستور والقانون؟ تعنت ماشي غير تعنت عدم استجابه
حتى بالحط الكرامه ديال الاستاذ. كيفاش استاذ تروج للمجتمع والتمثلات تاع المجتمع بان الاستاذ ممكن نوقفوه في اي لحظه، وبانه هذاك واخا يكون قديم 36 عام 38 عام في الخدمه وخدم شحال ما بغى غير بجره قلم، نشوهوه في الاسره ديالو، نشوهوه في الحومه وفي الزنقه وفي المدينه ديالو، وبانه لا يصلح. هذا الاستاذ اللي كان كيتلقى شواهد تقديريه وكان كيضحي بالمال الخاص وكان كيدير تكاوين، اكيد راه ربى اجيال. هذا الاستاذ اللي ربى اجيال بغاو يدوزوه في المجلس التاديبي. هذا الاسم تاع المجلس التاديبي كيسكو صافي دير؟ واش الاستاذ ما مادبش عاد دوزو تعذبوه؟ اذا اصلا عندكم حكم قيمه قبل. اذا نورمالمون حتى من ناحيه القضاء المتهم بريء حتى تثبت ادانته. اذا انت اصلا بغيتي تدوز لواحد للاسف هذا المجلس التاديبي اللي ما تقدرش تخرج ليه تسميه لان عنده حموله وخلفيه ماشي تربويه نهائيا. ما كنقولوا نادبوا الاستاذ، هذا راه مشكل، هو كيمارس غير حقه الدستوري المتمثل في اضراب. ومشاو ابعد من هذا الشيء، حتى الناس اللي كيقدموا تصريحات ولا يديروا تدوينات ولا كيتجاوبوا غادي نتهموهم بالتحريض ولا نتهموهم بالتهم اللي كتضرب الحريه في التعبير. والمغرب بالعكس، ما المغرب غادي الحمد لله غادي في مراتب الاولى عالميا في هذه المساله ديال حقوق الانسان، ماشي من حيث البنايات ولا المؤسسات. عندنا مؤسسات وسيط، عندنا مؤسسه حقوق الانسان، عندنا مؤسسات هذوك غير بنايات فقط. حنا بغينا في الفعل فعلا وبلا للاسف المغرب ديال بلادنا وكيحرجوا المؤسسات ديالو بهاد القرارات التعسفيه اللي كنقولوا بانها ما تزيد الا التلميذ. بالعكس، اساتذه داخلين مدمرين وكيشوفوا الزملاء تاعهم موقوفين. اساتذه داخلين هما للاسف غير كيجروا في رجليهم. لماذا؟ لانهم مصممين على انهم يتضامنوا مع الزملاء تاعهم، وحنا غير صبروا. راه عاطينهم هذه الفرصه ديال اسبوع بانهم يتريثوا وياخذوا القرار السليم، ومن بعد العام باقي طويل. وتحيه نضاليه للجميع. شكرا.